كلنا ساعات بتيجي علينا فترة بيكون فيها ضغط وعدم تركيز وفقدان للشغف، وساعات بنكون عارفين السبب وساعات تانية بنبقى مش عارفين ايه اللي حصل لنا. فجأة بنلاقي كل حاجة وقعت من ايدينا ومش قادرين حتى نقوم بأبسط المهام، وبنبقى مش راضيين عن نفسنا وحاسين اننا محتاجين حد يشجعنا او ان احنا ناخد بإيد نفسنا ونقوم من اول وجديد. وانا بصراحة دلوقتي بمر بنفس الفترة دي، ويمكن كتير منكم لاحظ ان عدد الفيديوهات بقى قليل جدا، وده لان الفترة اللي فاتت فعلا ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة. لكن انتوا عارفيني عمري ما هستسلم، وعمري ما هسيب واحدة فيكم تستسلم هي كمان. وعلشان كده قررت اني مبدأش الرحلة دي لوحدي، هنبدأ سوا. انا هشجعكم على قد ما اقدر، وانتوا كمان شجعوني لاني فعلا محتاجة تشجيعكم ودعمكم. من النهاردة هنحاول نرجع نلم امور حياتنا من اول وجديد، هنرجع نهتم بنفسنا ونستعيد شغفنا وانوثتنا وراحة بالنا وبيتنا، حتى ولو بخطوات صغيرة. لان البداية مش محتاجة اننا نبقى جاهزين، البداية محتاجة اننا نقرر بس اننا ما نستسلمش. فلو انت حاسة انك مش راضية عن نفسك او ان الفترة دي اثرت على جوانب كتير في حياتك بطريقة سلبية، تعالي نخرج منها سوا، ويلا بينا نبدأ حتى لو احنا مش قادرين، لان اول خطوة هي اللي بتغير كل حاجة. اكتبيلي في التعليقات انا معاكي لو هتبدأي، ووعد مني اني هكون معاكم خطوة بخطوة لحد ما نرجع اقوى واهدى ونعدي الفترة دي على خير. واول خطوة هنبدأ بيها في رحلتنا دي هي اننا نتخلص من الفوضى، فوضى البيت وفوضى دماغنا على قد ما نقدر، لان في اغلب الاحيان اللي بيوصلنا للحالة دي بيكون ضغط نفسي او افكار كتير او مواقف مضايقانا او ناس سلبية او حتى كلام سلبي بنقوله لنفسنا كل يوم. كل ده بيخلي الواحد يحس انه تايه ومش قادر يبدأ. وعلشان كده اول رسالة هنقولها لنفسنا النهاردة هي كفاية فوضى. واكيد مستحيل تعرفي ترتبي افكارك او تهتمي بنفسك وانت كل ما تبصي حواليك تلاقي كركبه وعدم ترتيب. المكان اللي حوالينا بيأثر جدا على نفسيتنا. لكن خلي بالك، انا مش هقولك قومي اعملي تنظيف عميق وتتبهدلي، احنا اصلا خارجين من فتره مرهقه، واخر حاجه محتاجينها هي ان احنا نزود ضغط علينا. انما كل اللي هنعمله اننا نمسك كل اوضه لوحدها ونديها ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، نرتب السراير، نغير الملايات، نلم الحاجات المتبعتره، نمسح الاسطح، نكنس الارض، ونخلي المكان قدام عينينا هادي ونضيف. مش لازم يكون مثالي، المهم يبقى مريح لعينك. وبعد ما نخلص كل حاجه من على الوش عشان نريح عينينا ونحس انه في ترتيب، هنبدا في حاجه حاجه بعمق، ولكن مش دلوقتي، بعد ما نبدأ نتخطى الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. لان اول ما البيت يهدى هتحس انه فيه هدوء دخل جواك انت كمان، وهتلاقي عندك طاقة تاخدي الخطوة اللي بعدها. والخطوة اللي بعدها هي انت، كأنك بتعتذر لنفسك وبتقولي لها حقك عليا، الفترة اللي فاتت كانت صعبة وانا كنت مقصرة معاكي، هرجع اهتم بيكي من تاني. وعايزة اقولك ما تقلقيش، برضو مش هنضغط على نفسنا، مش هنعمل روتين ساعتين ولا اهتمام مبالغ فيه ولا اي حاجة. كل اللي هنعمله لنفسنا اننا هناخد دش كده مريح، هتسرحي شعرك، هتلبسي حاجة مريحة بتحبيها، هتحطي البرفان اللي انت بتحبيه، وهتعملي لنفسك مشروب بتحبيه سواء قهوة شاي او اي حاجة تاني بتبسطك. وبعدين هتقعدي مع نفسك شوية من غير تليفون، من غير دوشة، علشان تسألي نفسك سؤال مهم جدا، وهو اللي من خلاله هنعرف نتخطى جزء كبير من فقدان الشغف اللي احنا فيه. انا ايه اللي وصلني للاحساس ده؟ وايه اول حاجة اقدر اعملها علشان ارجع لنفسي؟ مش لازم تلاقي كل الاجابات النهاردة، المهم انك بدأتي، لان كل رحلة كبيرة بتبدأ بخطوة صغيرة، والخطوة الصغيرة دي ممكن تكون سبب في ان حياتك كلها ترجع تتغير من جديد. وانا عايزاكي وانتي بتسمعيني ما تسمعينيش كده وانتي ايدك فاضية، قومي امسكي اكتر مكان انتي بتقعدي فيه وحاولي ترتبيه وانتي بتسمعيني، بحيث انه لما الفيديو يخلص تكوني استفدتي بالوقت ده وانجزتي حاجة هتريحك بعد كده. وهنا بقى عايزاكي تقفي مع نفسك وقفة صادقة وتسألي نفسك، انا وصلت للحالة دي ليه؟ لان طول ما احنا مش عارفين السبب هنفضل كل شوية نرجع لنفس النقطة. ومن واقع تجربتي ومن اللي بشوفه حواليا، في ناس كتير بيكون السبب في انها فقدت شغفها وطاقتها هو وجود شخص مستنزف في حياتها، شخص بيشفط طاقتها، ممكن يكون زوج او شخص مرتبطة بيه او حد من الاهل او صاحبة او اي شخص وجوده في حياتك بيخليكي طول الوقت مضغوطة. كل واحدة فينا عندها سبب مختلف، لكن لو لقيت ان كل تركيزك وكل مشاعرك وكل طاقتك رايحة لشخص واحد
وبسبب الشخص ده بقيتي مقصرة في باقي جوانب حياتك، سواء أهملتي في نفسك أو في بيتك أو سبتي أهدافك وأحلامك. فهنا لازم تقفي وتسألي نفسك، هل العلاقة دي صحية فعلا وتستاهل ان انا اكمل فيها ولا لا؟ لان الشخص الداعم بيدفعك للامام، بيريحك وبيخليكي عندك طاقة للحياة وللاهتمام بنفسك ولتحقيق اهدافك. اما الشخص اللي بيستنزفك فمع الوقت بيخليكي تفقدي شغفك وتركيزك واحساسك بنفسك. وعلى فكرة التعلق المؤذي ده مش لازم يكون بسبب حب، اوقات بنتعلق باراء ناس سلبية، في كل خطوة بناخد رأيهم ونستأذنهم ونستنى رأيهم، مع انهم كل مرة بيحبطونا او بيقللوا مننا او بيخلونا نرجع خطوة لورا، ومع ذلك بنفضل راجعين لهم لاننا تعودنا عليهم وعلى وجودهم في حياتنا. وعلشان كده لازم نبدأ نفلتر الناس اللي حوالينا. اسألي نفسك، مين الشخص اللي كل ما اقعد معاه احس ان فقدت طاقتي؟ مين اللي بيخليني اشك في نفسي او ابطل اسعى لاهدافي؟ مش لازم تقطعي علاقتك باي حد فجأة، لكن لازم تحطي حدود وتقللي الوقت والتأثير اللي بيعمله الشخص ده في حياتك، وتفك تعلقك بيه اللي مخلي حياتك كلها واقفة. لان طول ما حياتك كلها مرتبطة بوجود شخص او رضاه هتفضلي مستنزفة. لكن اول ما ترجعي تركزي على نفسك وعلى صحتك وعلى بيتك وعلى اهدافك، هيكون عندك حياة خاصة بيكي، وتأثير اي شخص عليكي هيقل جدا. وساعتها لما تستعيدي نفسك هتحسي انك اقوى واهدى واوضح، وهتقدري تبني علاقات صحية من غير ما تخسري نفسك في الطريق. وانا هعمل لك فيديو مخصوص عن ازاي نفك تعلقنا باي شخصية سلبية في حياتنا. علشان كده قبل ما نبدأ اي تغيير لازم نسأل نفسنا ايه السبب الحقيقي اللي وصلني للحالة دي، لان اول خطوة في العلاج هي اننا نفهم السبب. طيب بعد ما فهمنا احنا وصلنا للحالة دي ليه وقعدنا القعدة الصادقة دي مع نفسنا، يجي السؤال الأهم، ازاي نتحسن وما نرجعش لنفس النقطة دي تاني؟ الإجابة بسيطة جدا، لازم يبقى عندنا خطة، لأن طول ما كل أفكارك جوه دماغك وبس عمرك ما هتلحقي تنفذيها كلها، وفي حاجات كتير هتقع منك وهتحسي ان يومك بيجري منك من غير أي إنجاز. لكن أول ما تكتبي خطة قدام عينك هتعرفي ايه المطلوب منك بالظبط، وهتبدأي تمشي خطوة بخطوة. وما تقلقيش، احنا مش هنعمل جدول مثالي ولا هنخطط للشهر كله، احنا هنبدأ باليوم وبعدها نعمل خطة أسبوعية بسيطة جدا ما فيهاش ضغط وما فيهاش أي حاجة فوق طاقتنا. وفي الخطة دي في 3 حاجات أساسية ما ينفعش تستغني عنهم. أول حاجة هي الاهتمام بنفسك، لأن ده اللي هيديك الثقة. اعملي لنفسك روتين صباحي وروتين قبل النوم حتى ولو بسيط جدا. لو انت هتغسلي بس وشك بغسول مناسب وترطبيه، تسرحي شعرك وتلبسي حاجة نظيفة ومرتبة حتى لو هتقعدي في البيت، ولو هتنزلي ما تنسيش تحطي واقي الشمس لانه ده مهم جدا. ولما ترجعي لو انت بتشتغلي او في دراسة او في اي حاجة، خدي دش كده وغيري هدومك وحطي كريم او برفان يهدي اعصابك وخلي شكلك يفرحك انت قبل اي حد. تاني حاجة واهم حاجة في كل ده هي علاقتك بربنا. لو الفترة اللي فاتت قصرت في عباداتك، ارجعي واحدة واحدة من غير ما تجلدي نفسك. كل خطوة هتقربيها من ربنا هتدي قلبك راحة وقوة انك تكملي في كل ده. وتالت حاجة حلمك او هدفك. لو عندك مشروع او شغل او حاجة كنت بتحلمي بيها وسبتيها، خصصي لها حتى ولو ساعة واحدة بس في اليوم، المهم انك ما تسيبيهاش تموت. لما ال3 حاجات دول يبقوا موجودين كل يوم حتى ولو بخطوات بسيطة جدا، هتتفاجئي قد ايه نفسيتك بدأت تتحسن. وفي اخر اليوم اقعدي مع نفسك نص ساعة، اكتبي ايه اللي عملتيه النهاردة، وكافئي نفسك بأي حاجة بسيطة تفرحك لو انت انجزت اللي عليكي، وجهزي الجدول بتاع بكرة شوفي هيبقى عامل ازاي، وراجعي نفسك مش علشان تلوميها ولكن علشان تطمنيها انك اخيرا بقيتي ماسكة زمام حياتك. واوعي تفضلي مركزة طول الوقت على مين قال ايه ومين عمل ايه ومين سأل ومين مسألش، لان كل ده بيسرق طاقتك من غير ما تحسي. وجهي الطاقة دي لنفسك، حتى لو في البداية هتحسي انك بتجبري نفسك، كملي واوعي تستسلمي. لان بصراحة الفترة اللي فاتت احنا سيبنا نفسنا، لا كنا بنخطط ولا بنهتم بنفسنا ولا بنهتم بأحلامنا. فايه اللي حصل؟ هل حياتنا اتحسنت؟ الإجابة لا، بالعكس، كل يوم كنا بنحس اننا بنتأخر اكتر ونفقد شغفنا اكتر. فلو احنا في كل الاحوال هنبذل مجهود، يبقى ليه ما نبذلهوش في حاجة ترجعنا احسن؟ ليه ما نضغطش على نفسنا شوية علشان نتغير للافضل، بدل ما الحياة هي اللي تضغط علينا ونلاقي نفسنا بنرجع لورا؟ يلا بينا ناخد القرار حتى ولو بالعافية، لان البداية عمرها ما كانت سهلة لكن نتيجتها فعلا تستحق. واحب اقول لكم حاجة، وانا بصراحة بتكلم معاكم حسيت ان انا كمان اتحمست، هبدأ انفذ الخطة دي معاكم خطوة بخطوة. فلو انت معايا في الرحلة دي اكتبي لي في التعليقات انا معاكي، وكمان قولوا لي ايه اكتر فيديو حابين تشوفوه الفترة الجاية.
وانا بالفعل قررت اعمل فيديو كامل عن الاهتمام بنفسنا وكل التفاصيل اللي تساعدنا نرجع لنفسنا من اول وجديد، وكمان فيديو مهم جدا عن ازاي نتخلص من التعلق وازاي نتعامل مع الاشخاص السلبيين في حياتنا. ولو عندكم اقتراحات تانية اكتبوها لي في التعليقات وانا هقرا التعليقات كلها وهعمل كل الفيديوهات اللي تطلبوها. واخيرا بحبكم جدا وبشكركم على وجودكم معايا، واتمنى بعد الفيديو ده تكونوا اخدتوا القرار انكم ترجعوا لنفسكم معايا واننا نمشي الرحلة دي سوا خطوة بخطوة لحد ما نوصل لافضل نسخة من نفسنا. خلص فيديو النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.